ايه الكامبين اللي انت كنت شايفاها، الماركتنج كامبين اللي انت شفتي ان انت كنت حابه ان انت اللي تعمليها؟ والله هي مش كامبينة قد ما هي فكرة. 7 اب عمل الايديا بتاعت فيدو ديدو. انا بشوف ان فيدو ديدو من اكتر الايكونز اللي كاتشي، وهي لمست العالم كله باختلاف الكوميونتي. يعني نزل في دول كتير، قعد سنين كتير، اتعمل حواليه كمية اعلانات ري انوفيشن، بس فيدو ديدو مع 7 اب خلى 7 اب هي بره اسم الكوربريت نفسها، بقت براند مستقل بذاته. اللون ده من الكولا او من الصودا هو اسمه 7 اب، خلاص هو اي حد عايز يشرب صودا لونها فاتح بيقول لك انا عايز 7 اب. فيدو ديدو كان كاركتر قادر يلمس اكتر من حد، قدروا يلعبوا بيه للاطفال الصغيرين، قدروا يلعبوا بيه مع الشباب، قدروا حتى يلعبوا بيه كفاميلي. يعني هم من فترة، من كام سنة، حوالي 6-7 سنين، كانوا رجعوا تاني يستخدموا الكاركتر. أنا كان بالنسبة لي كم من النوستالجيا، لا أنا عايز أنزل ألف الشوارع أشوف هو فيدو ديدو راجع يعمل إيه. كان بالنسبة لي كاركتر إحنا متعلقين بيه، وكنت شايفاها كماركتينج أيديا هي فيري بريليانت. هي شخصية كل الناس قادرة تشوفها، مش لابس سيجمنت ثابت، لا هو يقدر يخش اكتر من سيجمنت، وقادر يوصل المسج زي ما زي بالظبط ما البراند عايز يوصلها للكونسيومر. فدي كانت كامبين انا كنت احب دي اللي جدا انت كنت اكون حابه ان انت اللي حقيقي تكوني عامله. اه اكون مشاركه فيها بشكل كبير.